مش انت سجلت من ضربة جزاء بس هدف عالمي، وامام عاشور افضل خط وسط في افريقيا، في حد تاني جاي من الزمالك؟ يلا بينا تقييم لعيبة النادي الاهلي في مواجهة وادي دجلة. ونبدأ بمحمد الشناوي اللي بديله 8 من 10، كنت هديله 10 من 10 لولا الهدف اللي في الاخر. تصدي في بداية المباراة، ابقى على امال النادي الاهلي حتى احرزنا هدف. ياسين مرعي بديله 5 من 10. ياسر ابراهيم بديله 6 من 10، خطأ في الهدف اللي دخل في مرمى النادي الاهلي. محمد هاني تغطية العكسية بديله 7 من 10. احمد كوكا بديله 4 من 10، بيبوظ الهجمات للنادي الاهلي. خط الوسط مروان بديله 8 من 10. امام عاشور 10 من 10. ديانج بديله 6 من 10. تريزيجيه بديله 9 من 10. احمد السيد زيزو بديله 9 من 10. مروان اوتاكا بديله 9 من 10. اداء ممتاز جدا من مروان اوتاكا. عندنا نزل بن شرقي وطاهر محمد طاهر وشكري، والثلاثه بديهم 3 من 10 في مباراة النهارده او في الشوية اللي شاركهم فيهم. عندنا نزل ايضا حسين الشحات بديله 4 من 10 في الشوية اللي لعب فيهم النهارده. في المجمل مبروك للنادي الاهلي ال3 نقاط، ننتظر اداء افضل في المباريات القادمة ان شاء الله.